البرلمانيين هم أساس الطلايب وأساس الفتن في العراق وأساس التقشف وأساس العطالة بطالة، والأساس هم اللي سقطوا الدولة. فإحنا نرجو من الناس الخيرة والناس المشاهدين والمواطنين العراقيين الغيار الأصليين أن يمسحون هاي الطائفة مال هذول البرلمان. جدي حنش هم اعتصم بس ما سوى بالشعب هيك. يعني هسه بشرفك انا واحد من الناس باني لي بيت بيش اسقفه بعباية المرح. اذا شغل ماكو منين اجيب؟ ابوك ذبوا لي بالسجن. اخوك زين ابوك زين على ما تطلع هم يراد لك فد 20 30 شده زين. منين تجيبن يا بعد خالك تروح تجدي من السماء؟ وانا كلنا ناشر شوفي شو بس مطر كل شيء ماكو. فالحاصل ما سووا الفساد. والاعتصام بالسابق كان جدي من يعتصم 8 سنوات جرة واحدة، يقعد بكوخ واحدة ينعزل بالصحراء، لا يشوف ناس ولا الناس يشوفه، لا ياكل ولا يشرب ولا بس الهواء يتنفسه ويطلع بس خشمه هيك شلون الرفش بالماي يطلع بس خشمه. يعتصم جد هاي اعتصامه بس ما اذى واحد وما واحد لحد الان قال حنش هيك وحنش. اصل النتائج مو نتيجه. كان يعتصم هو كان يعتصم على الدول كلها مو بس على العراق، على الدول كلها يعتصم. ولا اعتصم جدي الدول كلها تقعد بطاوه. فشلون هو لعب؟ هو لا كان ابو بوش لان هو توفى سنه 22 للهجره جدي، يعني كبير عمره 3600 سنه تقريبا. اي ف يعني ما نقدر نعبر ازيد من هاي الطاقه، لان نخاف نعبر ازيد يقول لك المشاهدين يقول لك هذه كذب مثلا وعنده اراء كثيره ويدخل بالاسلوبات ويدخل بالديكورات، فما نقدر يعني نعبر ازيد من هذا الشيء. مع تحيات امانه حنيش. وي الله ربكم.